السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة بقى ايه؟ انا قلت هعمل طبق بصارة بتاع جدتي، بتاع ايام زمان وحلاوة زمان واكل زمان. يلا بينا على شرح الفيديو. وقبل ما نروح على الشرح يا ريت لايك، دعموا لي القناة، اشتراك. عايزاكم تبقوا معايا على طول، ويا ريت تتابعوا الفيديو ونشوف مع بعض ازاي بنعمل طبق بصارة مصري. يعني جدتك علمته لمامتك واجدادك اتعلموا بنفس النظام. عملته بالتومه بالهون نفس نظام جدتي بالظبط، كأني الزمن الجميل رجع تاني من اول وجديد. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى انا هعمل طبق بصارة زي طبق البصارة بتاعت ماما وجدتي. شوف انا مقطعه البصل ازاي كبير والحباش كبير، ومقطعاه كله كبير. ليه؟ لان في الاخر هيتطحن في الخلاط. هنا نص كيلو فول، وطبعا الخضره الايام دي مش هقول لك مولعه جدا، يعني لا تذكر، مولعه جدا. طبعا عندي نص كيلو فول اهون مغسول غسله نظيفه جدا، وطبعا الحباش اهون زي ما احنا شايفين متقطع كبير عادي، يعني مش مشكله ان انت تقطعيه صغير لان كل ده هيخش الكب. طبعا هنا الحله فيها ميه اهي زي ما احنا شايفين، والفول مغسول غسله نظيفه، والحباش طبعا الخضره مغسوله غسله جميله جدا، طبعا منقوعه الاول في الخل والميه، وبعد كده مغسوله غسله كويسه عشان الرمل اللي فيها والبكتيريا. طبعا هنحط لها البهارات ايه؟ طبعا هنا نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون، طبعا ده نص معلقه سمنه. وهنولع عليها البوتاجاز، وهنسيب الخلطه الجميله دي تستوي كده مع بعض كده. السمنه اصلا بتخليها كده حلوه جميله. طبعا هنا كان عندي راس توم كده، انا هعمل النهارده كله بطريقي، حتى الهون بتاع جدتي ومامتي انا برضه هدق فيه التوم. هنا عندي راس توم دي هنستعملها في الاخر خالص. الاول احنا حطينا الخلطه انها تغلي وتستوي، بعد كده خطوه خطوه مع بعض، وان شاء الله احلى طبق بصاره مصري. طبعا كده هطفي عليها زي ما احنا شايفين كده استوت، بسم الله ما شاء الله. وكده دقينا التوم. طبعا انا قايله لكم في خون ماما بسم الله ما شاء الله لازم اعملها النهارده كده بطريقه زمان. طبعا هنعمل ايه في ده؟ هنسيبه يبرد شويه صغيرين كده، وهنطحنه في الخلاط او في الكبه. طبعا كده بردت، فانا جايبه الكرنيهون هحط في الخلاط. عايزه لو عندك كبه اعمليها في الكبه، عندك الخلاط عادي، يعني الاتنين ماشي مع بعض. على ايام جدتي ولا كان في خلاط ولا كان في حاجه، وكانت بتطلع احلى بصاره، يعني ماما كانت بتشكر والله العظيم على طول فيها. حضرت هنا حله هنحط فيها اللي هو النيد زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين الخضار والجمال، اللهم صل على النبي. طبعا كده دي كانت اخر حاجه، واقول لكم الخطوه اللي بعدها هعمل ايه. طبعا هاخدها على البوتاجاز كده يعني بتاع دقيقتين 3 قبل ما نعمل لها، قبل ما نغرفها في الاطباق لازم من الاول كنت اشوف ماما تحطها على البوتاجاز دقيقتين 3. يلا بينا. طبعا هنا ولعت عليها البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين نديها شايفين السمك بتاعها. طبعا الملح اهم حاجه، لان الملح برده الطعم بتاعها ممكن يبوظها، او قله الملح بتبوظ البتاع، او الحد العالي بيبوظها، فلازم تكون مظبطه الملح جامد. هنا بقى عندي التومه بالكزبره اهي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى لو انت يعني ده حسب الرغبه السمسم. وهنا المقلايه اهي، المقلايه اهي. فهنولع وهنعمل التومه قبل ما دي تاخد لها بس غلوه على البوتاجاز. ندي بس البصله كده بقى كده معانا. بحب بعد ما بطلعها من الكبه او الخلاط بحب ان انا اخدها زي ما احنا شايفين كده عشان تبقى السمك بتاعها حلو مظبوط. بحب اعملها بزيت الذره زي ما احنا شايفين كده. السمسم طبعا متنقي وكان مغسول عندي، كان عندي يعني سمسم كان متعان في الثلاجه، قلت هستفيد بهم بطبق البصاره المصري الجميل ده. طبعا هنحط الاول التومه. السمسم ده يعني قبل ما والتومه كده بتتحمر كده نقوم عاملين عليه السمسم، ضايفين عليه السمسم. طبعا البصله لو انت حابه تحط لها يعني نص معلقه نعناع، ده حسب الرغبه، حسب رغبتك انت لو بتحبها بالنعناع. طبعا احنا لسه بنحمر التومه اهي بالكزبره. وفي ناس والله بتعملها برده
بدل التوم بتعمل بصل على الوش كده برده، حسب برده رغبتك. بس انا ايه يعني متعلماها بالتومه بتبقى جميله جدا. طبعا ضفت السمسم كمان علشان ايه السمسم كده يتحمر كده مع التومه بيبقى جميله جدا. مش هنضيفه اول حاجه، لا نستنى التومه كده لما تاخد 3 دقائق 4 دقائق كده على النار، ونقوم ضايفين ايه السمسم. طبعا كده انا خلصتها اهي. وطبعا هنا زي ما احنا شايفين اللون بالسمسم بالكزبره بالتومه، الريحه انا مش هقول لك عامله ازاي. هنا هنصبها طبعا اطباق ناشفه جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. انا هصورها لكم كده من على بعد اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حسب بقى حجم الاطباق اللي انت هتحط فيها، يعني دي حسب ايه الحجم اللي انت هتحط فيه. طبعا كده الطبق يا دوبك كده يعني كده ايه مليان اهو، مش مليان قوي يعني. انت بقى حسب الاطباق اللي عندك، عايز تعملها في اطباق صغيره اعمليها، عايز تعملها في اطباق كبيره اعمليها. طبعا الطبق الثاني اهي هنشوف مع بعض كده تاخد كام طبق كبار، الحجم العائلي طبعا. ده ثالث طبق. شايفين اللون؟ لازم تعمليها كده خضره كده جميله، يعني البصاره يعني خضره يعني توم. شايفين اخذت 4 اطباق واخذت بوله كده صغيره زي ما احنا شايفين كده. هنحط عليهم بقى ايه التوم المحمر بالسمسم زي ما احنا كده. هنزوق كده الطبق. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. معموله طبعا بحب اعملها بزيت الذره. الله 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 الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بسم الله ما شاء الله. احلى طبق بصاره مصري، والله مصري 100%. الخضار ده يعني اهم حاجه هي البصاره بتبقى خضراء، اهم حاجه الخضار ده الخضره بتاعتها بتبقى متظبطه جدا، رغم ان الخضره الايام دي انا مش هقول لكم يعني مش موجوده، وغير كده غاليه جدا. طبعا ايه الخطوه اللي بعد كده اللي انا هعملها؟ الخطوه هي كده يعني انا هسيبها تبرد شويه صغيرين كده 5 دقائق، وبعد كده هنحطها فين؟ هحطها في التلاجة، وهوريها لكم بعد ما اطلعها من التلاجة باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ النهارده بقى ايه، انا قلت هعمل طبق بصاره بتاع جدتي، بتاع ايام زمان وحلاوه زمان واكل زمان. يلا بينا على شرح الفيديو. وقبل ما نروح على الشرح يا ريت لايك، دعموا لي القناه، اشتراك، عايزاكم تبقوا معايا على طول، ويا ريت تتابعوا الفيديو ونشوف مع بعض ازاي بنعمل طبق بصاره مصري. يعني جدتك علمته لمامتك واجدادك اتعلموا بنفس النظام. عملت بالتومه بالهون نفس نظام جدتي بالظبط، كاني الزمن الجميل رجع تاني من اول وجديد. يلا بينا يلا بينا. وبكده يا حبايب قلبي طلعتها من التلاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وجنبها كمان عيش اسمر جميل جدا، شايفين العيش وجماله. وعملت جنبها كمان طبق فلفل وبرنجان. طبعا عايزه تعملي جنبها بطاطس محمره اعملي. طبعا الفلفل والبرنجان كان ليه الرابط بتاعه على القناه ازاي بنعمله. انما كل النهارده يعني اللي هو البصاره، الفيديو النهارده كله على طبق البصاره المصري الجميل ده، وعلى جماله وعلى جمال حلاوه زمان. الله 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 الله، ايه الجمال ده. وطبعا امكانيات بتبقى ما في يعني كله موجود في البيت. الخضره ما بيحتاجش غير الكمون، الفلفل. لو انت عايز تعملي عليه نعناع اوكي، حط عليه نص معلقه نعناع. مش حابه خلاص. اهم حاجه في الاكله دي تظبيط الملح. طبعا بتبقى يعني الملح هو اللي طبعا بيدي الطعم برضو الاكيد في الاخير. طبعا الطشه في ناس بتعملها بالبصل، في ناس بتعملها اللي هي تخديعه البصل، بس انا النهارده عاملاها بايه كأني الجده موجوده بالظبط والله. عاملاها بالتومه والسمسم والكزبره. الله 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 الله. واقول لكم ايه، اقول لكم ايه طيب، اقول لكم ايه على طبق البتنجان والفلفل ده اللي عمايله خطيره جدا. اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا،
تعالوا دوقوا. والله لو الكاميرا كانت بتدوق انا كنت بعتلكوا على الكاميرا، بس ريحتها هفه العماره كلها. ريحه البصاره جميله جدا. ودي اكله ايه؟ دي اكله قبل اخر الشهر، يعني قبل ما كده الميزانيه كده بتروح مني، بفكر لهم في اكله كده زي دي على طول، فبتبقى جميله. والحمد لله، نحمد الله على كل شيء، نحمد الله على اي نعمه كده، حتى لو عيش بجبنه، حتى لو عيش حاف. واقول لكم ايه، اشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.